سويت أشياء في حياتي ما كنت أتوقع إنه أنا راح أعملها في مصر. سبحت في النيل. بعدين قلت لها اهو ادي الدبل موجوده، يو هاف دبل، اللي مش عايزه تنطي ما تنطيش، دي افضل طريقه ان تخلي الممثل ينط برضه. هو تحداني، عارفة؟ تحداني، أقول لك لا دبل مين؟ أنا اللي I remember كنت في الرياض، فجأة جاني مسج أم لايك قريت كريم الشناوي، أم لايك وات؟ لا انا قلت حاجه قبلها اكيد ما تجيش كريم لا لا مش كريم، لا كان كريم الشناوي نقطه. ده فيلم سبيشال جدا، قلت اجرب اكلم اسيل، وعندي اقول لك حاجه، لما قلت هكلم اسيل بروديوسر صديقنا جدا أيوة قال إيه؟ قال لي مش هتيجي. قلت له ليه؟ قال لي فلان كلمها في كذا 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 ومش هتيجي. قلت اوكي ويت عشان بس السمعه ما تصير سيئه، لانه انا كنت قاعده استنى اذا رح ادخل مصر يا ادخل بمشروع صح يا بلاها. ايوه انا ريمبر ليترلي انه هذا كان اسرع مشروع وافقت عليه في حياتي، وانا عارف انه انت ما بتشتغل اي شيء، فكان عندي اوريدي ثقه عمياء. فبديت اقرا بعدين ام لايك ويت، هذه اللهجه مو مصريه عاديه. هو بيعمل ايه؟ انا حمست اعمل ده ازاي؟ فانا فاكره لما كلمتك قلت لك انت متاكد ان انا ممكن اعمل ده؟ قلت لك هنتاكد. قلت لأسيل انت تعملي دور مدرسه في الصعيد، انا مش عايزه ابقى باربي، انا مش جايه ابقى باربي. loved it. يعني انت لو عملت الانترفيو ده صعيدي ما حدش هيعرف اسمك سعوديه يعني. انا كنت خايفه من الحته دي عشان انا عارفه يعني اللهجه بالتحديد هتبقى يعني لازم تبقى صح، لازم تتعامل صح. بس انت عارفه ايه اللي هيقابلك بقى دلوقتي بقى؟ ايه؟ هيفضل يجيلك بقى ادوار صعيدي كتير بعد ما هو جالي هو انا قلت لكش، والله انا جالي وانا بصور صعيدي. ايوه بقى ده السوق بقى اللي هو خليكي بقى تقدري حاجه بسيطه، انا عايز ارجع برضه. بس عارف انا اشتغلت في حياتي بس ما اشتغلت مع فريق لقيته كله حاب العمل بالطريقه هذه. يعني حسيت انه الرحله اللي رحناها من مكان لمكان في مصر علقنا احنا كجروب في بعض. انت شفت اخر يوم احنا كنا قاعدين نبكي، يعني انا والممثلات حضننا بعض وقعدنا نبكي. وعندي احساس انه الناس هتحب، وانا زي ما بقول لك بحس ان السوق دايما بيحاول ان احنا خلاص بقى عندنا فورمولا ان هي الافلام اللي الجمهور بيحبها عامله كذا وما بنحاولش حاجه تانية. انا حاسس انه لا، ده فيلم مش بس هيبقى افيلبل لبلاتفورمز او في المهرجانات، لا الفيلم ده في السينما الناس هتشوفه وهتحبه وهتشاور للناس انه احنا عايزين نشوف من ده. يعني انداي بالنسبه لي شبه افلام الابيض واسود كده، انه أيوة. انه فيلم مش قايم على التكنيكاليتيز، فيلم قايم على البرايم تايم بتاع مصر كده، في ممثله سعوديه وفي ممثله سودانيه وفي ممثل سوري، وفي مصر لما كانت كده الهب لناس كتيره بتعمل حدوته من نوبه للاكروس مصر، فحاسه كمان فيلم مصري قوي. ثانك يو يا سيدي.